شأن آخر، وبعد الجدل المثار حول المكمل الغذائي المعالج لداء السكري لخريج جامعة جنيف الطبية بسويسرا توفيق زعيبط، وبعد إعطاء وزارة الصحة ضوء الأخضر، دخل المنتج الجديد مرحلة الإنتاج الفعلي، والذي سيعطي لمرضى السكري أملا جديدا في العلاج. بغض النظر إن كان مكملا غذائيا أو دواء، المهم اليوم أنه تم التوصل إلى وصفة وبصيص أمل ل5 ملايين مريض بالداء السكري، أمل سيبعث في نفوس مرضى السكري حول العالم. سمي بسودورما. Ceux qui sont spécialisés في le domaine pharmaceutique ou هذا مكمل يعني parapharmaceutique, ça fait pas, il n'y a pas de différence. رايحين لا ثيرابي، يعني رايحين لصحة المواطن. صاحب بسودورما وصل اليوم إلى مراحل متقدمة لتسويق الدواء ليجعل بطر الأطراف والضعف في البصر والقصور الكلوي وما شابه من أعراض المرض من الماضي، وعلينا كجزائريين اتباع نهج سليم في تبني المواهب والاكتشاف لبلوغ مصاف الأمم المتقدمة. On est là pour démontrer les compétences algériennes, on est toujours là. مكمل ومش مكمل، لازم نطالعوا واش راه صاير في الموند، شوفوا الدول وين مشات، شوفوا الدول العظمى وين مشات. المكملات هذه راهم يجيونا المكملات ورانا نقراو في لي كومبوزونت. انا واحد من الناس جو سو فيير دو لافوار في، سميه كيما حبيت. ليسونسيال المواطن وخاصه الجزائري فرحان بزاف بزاف، وخاصه الناس اللي جربوه. دكاترة وصيادلة في المرافقة، والإنتاج ليس بالهين، إلا أن توفيق زعيبط المتخرج من جامعة جنيف الطبية بسويسرا رفع التحدي لصالح البشرية، طامحا بتشريف الجزائر في هذا المجال، وبذلك يدق باب العالمية ببراءة اختراع. عنده مزايا علاجية، يكون شيميك فارماكوبي يعني برودوي فارماسيوتيك اللي غالبا ما يكون عنده مخاطر ويكون عنده نتائج مضاعفات. افضل منه يكون مكمل، يكون يعني عنده مزايا وما عندوش اخطار. هذه سي اون شانس بور نو. نو سوم فيير دافوار في ان برودوي كي بيو et qui donne des résultats اللي شافها العالم كامل شافها. براعة جزائرية خالصة توصلت لتركيبة صحية وبدون مضاعفات ستفتح باب السياحة الطبية على مصراعيه، ولا يهم إن كان مكملا غذائيا أو دواء، فأمل بسعادة وأمل بصحة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ما يتطلع إليه 5 ملايين جزائري ونحو نصف مليار مصاب حول العالم. والأهم أن رأس مال زعيبط التوفيق هو أن الدواء صحي وبمواد طبيعية، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كان يهدد تهاوي